الست الشاطرة هي اللي في الأيام الصعبة اللي احنا فيها دي أو في الغلا اللي احنا فيه ده هي اللي تمشي نفسها. بمعنى ايه؟ تعمل الحلو كله لولادها، زي ما قلت لك قبل كده، انت اللي بايديكي تعملي الحلو كله. هنسمي الله ونشوف انا جايبه ايه النهارده من السوق. انا صراحه جايبه نص كيلو لبن، نص كيلو رز. اللبن الرز المعمر ما كانش في الحسبان، بس بعد كده ولاد قالوا عايزين يعني رز معمر. كنت جايبه كيلو بطاطس زي ما انتم شايفين، جبت كيلو ربع طماطم، وجبت كيلو ونص اجنحه. هي مش اجنحه، هي هياكل يعني الجناحين بالرقبه. عندنا الكيلو ب30 جنيه. فالمهم يعني انا كنت جايبه كيلو ونص. حلو كده حلو كده. تعالى نسمي الله ونشوف عملنا احلى غدا النهارده ايه. وزي ما انا قلت لك، انت اللي بايديك تمشي دنيتك. الدنيا ولا على طول حلوه ولا على طول وحشه. يعني انا ممكن يعني ايه، يوم اجيب هياكل، ممكن اجيب وراك، ممكن يوم اجيب فرخه، على حسب ايه يعني اليوم اللي انا ماشيه فيه. هنا كنت بقول لكم ان انا قشرت البطاطس زي ما انتم شايفين، وخرطت وهقشر البصل، اخرط البصل والطماطم. بصوا بقى هنا الاكل بتاعنا وجماله. طبعا كان عندي طبق بسله من بايت من عندنا من امبارح، ما كانش بايت عند حد غريب، بايت في التلاجة يعني. فضيته في طاجن وحطيته في الفرن. تعالى نسمي الله ونشوف هنعمل ايه مع بعض. هنا انا مسكت البصل. انا بحب البطاطس كمان اكتر لها بصل، عن كده بتبقى حلوه قوي. احنا بنحب البصل في البطاطس. عايزه اقول لك انت اللي بايديك تمشي دنيتك. يعني انا النهارده معايا 100 هصرف، معايا 200 هجيب، معايا 300 هجيب، معايا 1000 هجيب. يعني انت لو نزلت السوق ب10 جنيه هتجيبي، ب100 هتجيبي، ب1000 هتجيبي. في يوم ممكن تبقى انا عندي مثلا شويه حاجه في التلاجة، مثلا اطلع الحاجه اللي عندي في التلاجة. وفي يوم انا ما تبقاش عندي حاجه في بيتي بجيبه وبعمل. فاهمين قصدي؟ فاهمين قصدي. هنا انا بعمل صينيه البطاطس ني في ني، بحط عليها يعني بخرط البصله زي ما انتم شايفين كده جوانح. وبحط عليها الملح ومكعب مرق الدجاج، واحط عليها فص ثوم، وهقلب البصل بالملح كويس زي ما انتم شايفين. وخرطت كمان قرن فلفل. حلو كده. صراحه الامانه كنت حاطه قرن فلفل، قرن فلفل مع الطماطم وقرن فلفل مع البطاطس. بص بقى، اعملي البطاطس بس بالطريقه دي بتبقى جامده جدا. هنا بقى حطيت عليها الاجنحه. اللهم صل عليك يا حبيبي الرسول. والبطاطس، وهبتدي ان انا اقلبهم مع بعض كده واظبط الصينيه بتاعتي. والبصل اللي انا شلته على جنب ده هحطه برده دلوقتي على الوش. وبحب اسوي البطاطس على النار من فوق. اول ما بتاخد معايا كام غلوه هدي على النار شويه، بسويها يعتبر يعني نص سوا 3/4 سوا. وبدخلها الفرن اللي هي ايه تتشمع وتاخد وش، مش اكتر ولا اقل يعني. بس كده بس كده. كنت ضاربه بقى طماطم، ضاربه حوالي نص كيلو طماطم، وزيادة كمان عن نص كيلو. هنا بقى كده ظبطتها بس بايدي، وبعد كده ادخلها الفرن. حد هنا قشطه، حد هنا قشطه. انت اشطر ست في الكون. انت عايزه اعرف زي اقول لك كل ما انت يعني على طول محبطه نفسك، انا ما عنديش، انا ما فيش، انا ولا. لا، سيبيها تمشي ببركه ربنا، سيبيها تمشي قولي يا رب انا رميت كل اعتماد عليك انت يا رب. الظروف صعبه على الناس كلها، الدنيا صعبه على الناس كلها. كله ما فيش حد ما بيشتكيش، بس الست الشاطره فينا في الظروف دي. يعني انا النهارده جايبه ب50 جنيه فراخ. قضيتنا الحمد لله، واتغدينا وحمدنا ربنا. ممكن تاني يوم اعمل اجيب مثلا فيلي، او اعمل كفتة رز، او اعمل حواوشي، او اعمل. ده بقول لكم الطبق ده اللي كان فاضل من امبارح، فضيته اهو في الطاجن الصغير، وحط له شويه ميه عشان لما يخش معايا الطاجن. اه، بس كده. هنا بقى كنت بعاير النص كيلو رز، بما ان انا اصلا كان عندي طبق رز بايت برضك من امبارح. فقلت الطاجنين الرز مع الرز اللي انا عندي يعني هيمشوا الدنيا. حلو كده حلو كده. اهو. لقيت بقى البطاطس بتغلي، هديت عليها النار. هنا بقى كنت قليت البتنجان، وصراحة الأمانة ما لقيتش برضك عندي الا كام بتنجانية دولم وعملته. هنا أنا غسلت الرز وحطيت عليه معلقة سمنة في كل طاجن، وشوية ملح في كل طاجن. وعلقت على اللبن اللي كان معانا، وزودت عليه شوية مية، يعني قيمة كوباية مية. وولعت الفرن من فوق ومن تحت. الرز المعمر ما بياخدش معايا، عشان أنا بحط في طواجن صغيرة، يعني ما بيكملش معايا ربع ساعة، والطواجن دي بتبقى طالعة بسم الله ما شاء الله. اظن مفيش اسهل من كده. وزي ما قلت لك، انت اللي بايديك تعملي احلى غدا لاولادك واحلى اكل لاولادك. ربنا يصلح حالك وحالي ويكرمك ويكرمني. ولو وصلت معايا لحد هنا، ما تبخليش عليا من متابعه الصفحه. هنا كانت صينيه البطاطس زي ما انتم شايفين، بصوا بتشكشك ازاي. هي كانت ما شاء الله استوت. هدخلها بقى الفرن في الارضيه من تحت، وهدخل كمان الطواجن جنبها من تحت. هنا انا كنت مولعه الشوايه والارضيه، وهسيبهم بقى ايه كده يتعايشوا مع بعض. هنا كنت بقول لكم طبق الرز هو اللي كان بايت عندي، سخنته. هنا بقى تعالى نطلع الاكل بتاعنا. بس ما شاء الله صينيه الفراخ
صينية البطاطس بالفراخ، حاجة كده بجد تستاهل بقكم. والرز المعمر. امان عليكي لو وصلتي معايا لحد هنا متبخليش عليا بمتابعة الصفحة، ولو الفيديو بتاع النهارده عجبك خدي شير. انا عارفه اللي هي صفحتي يعني مش بعمل فيها المحمر والمشمر، بس انا بعمل فيها اللي انا بعمله في بيتي او الروتين اليومي بتاعي. الدنيا يعني مش على طول ولا وحشه ولا على طول حلوه. اتمنى من الله لو وصلت معايا لحد هنا متبخليش عليا بمتابعة صفحتي. كنت معاكم اسماء طارق، ست بيت بسيطه جدا. استودعكم برعاية الله، وانتظروا مني كل جديد على صفحتي المتواضعه. متبخليش عليا.